اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم يا الله يا كريم والعن عدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ شو أخباركم؟ مشتاقة لكم. عندي ظروف كانت ما شاء الله، طلعنا وهنا طالعين اليوم للزيارة. زرنا مراقد هواي ومن عندهم حفيد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هنا. طبعا هاي الناس كل واحد يجيب له النذر مالته. شوفوا هاي التنانير ما شاء الله، وهاي القبة، وتبركنا همه وزرنا مرقد ثاني. هذا الإمام العقار يسموه، زرناه هنا. اجيت جبت بنوت صغيرة شوية تعبت، وهسه الحمد لله والشكر ومشتاقة لكم حبايب قلبي. كومات كومات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت، أسألك أن تحيي قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبذكر الله تطمئن القلوب. حبايب قلبي، الظروف هي ما تخلص، والدنيا خلقت الدنيا لدار البلاء، فايش نسوي وياها. الحمد لله وشكر ومشتاقة لكم كومات كومات. وتعذرون البنات اللي ما عليك للقناة مالتكم، لأن التليفون مخليته بيد يعني البنات الصغار مالتي، حتى مو دائما يعني أتواجد بيه، لأن لو متواجدة كان نشرت. اليوم حبيت أسلم عليكم، وإن شاء الله عندي فيديوهات جاي سويتهن وجاي يعني هسه أقدمهن إن شاء الله لكم بإذن الله. أي والله تعرفون امتحانات وما شاء الله. خلصوا الابتدائية، بقى السادس لأن تعرفون بكالوريا، وإن شاء الله التوفيق للجميع. هاي حبايب قلبه، هو بيه عمار هنا الإمام جاي يعني يبنون بيه ما شاء الله، يعني بيه تروح الطاقة السلبية، تسكن الأنفس هنا، راحة نفسية ما شاء الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الفيديو ترفيهي، وحبيت أن أني أشارككم به حبايبي. هسه هنا من طلعنا هم توجهنا المرقد سعيد ابن جبير رضوان الله عليه. لقينا طبعا هم ما أعرف يعني عمار وقافليه من عنده، بس يعني هاي تونسنا والحمد لله وشكر. وهسه أنا بالبيت حبة وقت العصريات أسوي لهم هناك ليجة. هاي تشوف المقادير، أنا عندي نفس القلاص 7 قلاصات سمسم، خاشوقتين، خمرة، لبن، وشرك أنا هم مسوية وياه، شرك سويت وياهن سويت ما شاء الله عليها حلويات هواي. فأنا أنزل لكم جزء من جزء حبايبي. هذا الزبد شوفوا ايش قد يطلع بيه مي، أنا أخليه هنا وبعدين يذوب، هذا الدهن يطلع لي فوق والمي ينزل، فش أسوي أخليه بالثلاجة. مرات أذب المي، مرات لا ما آخذه. هسه أنا آخذه راح أعجن بيه العجينة، يعني ما ذبيت لأن أنا ما يعني أختار العجينة أريدها هيك تكون بهالملمس. شوفوها شلون صارت، جمعتهن هي والخمرة، وبعد ما شكلتها أنا هاي الكليجة شكلتها وسويت وياها لفة الخميرة، هم إن شاء الله أنزلها لكم. وطبعا سويت خلية النحل، إن شاء الله أجزاء أنزلها لكم شوي شوي من عندها. هاي بعد ما كملتها وشويتها الطريقة شفتوها. تردين تضيفين بيضة، ما تردين حسب الذوق مالتش. طبعا طلعت ولا أروع من عندها، هشة وطيبة تخبل. اللي بالتمر وأكو من عندها بالحلقوم. هاي الأشكال أنتم بعد بكيفكم، طلبوها وقت العصر. هسه الجو حار منا وهيك، يعني أنا حتى دائما الحر أضوج من عنده وقت يعني الغروب من عندها. هنا هذا غدانة، سويت دجاج كالعادة، سلقته وذبيت المي مالته. تعرفون يعني هسه أمراض الله يعافينا ويعافيكم، البكتيريا وهكذا. سلكها وذبها وبعدين راح أتبلها، أخلي لها باقي التوابل. هذا بصل، حبة سودة، بطاطا، ريحان، عندي أكو مجفف وأكو غير مجفف من عندها بالأعشاب. أحب يعني أطبخ أكثر. والبهارات اللي شفتوها وراح أخلي وياها كاري. أنا طبعا مثل ما قلت لكم أنقعها بالمي والملح والسودة،
هاي المرة ما خليت لها سوى دبيش بس خل، بقت يوم كامل بالثلاجة، من طلعتها غسلتها سلقتها ذبيتها. هاي بهارات الجدر وياها خليت 7 بهارات. تمام حبايبي. هاي شوي البخار صار على الكاميرا، بعد يعني ما لابست المواد كلها خليت لها المي، راح أتركها تاخذ فدش كمفورة وبعدين أرجع عليها أضيف المي إلها. أنا تعرفون يعني هاي الدجاج سويتها نص، ما أسوي كله لأن أولادي نباتيين. هاي النفرين قدمت لهم، فقط نفرين لهم راح ياكلون، البقية ما يردون، هم أسوي لهم راح تشوفوها. هو كله خير ورحمة وبركة، خير من الله. يا الله على الله توكلنا، وإن شاء الله يا رب الحمل عليك مو على واحد غيره. وهاي حبايب قلبي جيت أسلم عليكم، وشي يعني هذا فيديو بسيط وصغير نزلته حتى أريد أطل عليكم طلة مسائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.